عايزين نسال سؤال مهم بقى، الاهلي هياخد دوري؟ لا مش كده. مشاكل ارسنال الفتره دي التوتر زاد، اللعيبه دي مناخيرها عاليه وعايشين في ايوه الدور، عايشين في الدور وعايزين مفيش واحد مشاكل. يمسك الكرباج. انت بتدينيش اكتر من حقي. طب هتلاقي بقى حكام اجانب وانا هعاقبك. سيراميكا لا، انضف فرقه بتلعب كوره في أنا- مصر، مش ما أنا- هنديهم ما- الدوري يعني. حلقه جديده من صباح الصياح، والنهارده عندنا كلام كتير قوي، ولكن لا صوت يعلو فوق صوت ارسنال اللي تقريبا يعني ايه، ما بقاش في حد واثق قوي ان ارسنال هياخد الدوري السنه دي، على الرغم من ان الفرق وصل لحد 9 نقط وماتشات مؤجله وحاجات كده. بس كالعاده ارسنال بيخش اخر 7-8 ماتشات الركب بتخبط في بعض زي ما حصل قبل كده. فالنهارده معانا الارسنالي الكبير مستر علي. هي ما كانتش 9 ولا حاجه مبدئيا، كانت 9 6 وليه ماتش مؤجل. هو يعني يعني 6 لعب ماتش زياده. اوكي. هو إزاي؟ مش الفرق. الحمد لله طبعا. شكلك متضايق. انا جدا ماشي. انا متضايق من ارتيتا، يعني عشان برضو لو هنتكلم بقى فكلنا متضايقين من ارتيتا. اعتقد حتى لو ما بنشجعوش ارسنال اكيد متضايقين برضو من ارتيتا. ايوه انا متضايق. متضايق من ليه؟ هنخش في القصه دي، بس نرحب كابتني ابويا حبيبي انا مرحب جاي دوري بحمدي. جاي وانت حمدي يا جماعه طاقه صياح اهلاويه يعني أنا مش جاي. ممكن مرعبه. مفيش مثيل، وبيحب محمد هاني، ده أكيد. الديسكريبشن بتاعه. ومحمود طبعا غني عن التعريف. كده نبدا بارسنال. جدا برضه. ارسنال كان متفوق فرق 6 نقط، ومعظم الناس كانت شايفه ان ارسنال مرتاح والدنيا مريحه وحتى لما ارسنال بيعصلك شويه في ماتش في الاخر الدنيا بتفتح، وسيتي عمال بيقع، وبعدين فجاه ارسنال بيخرج من الكاس، وبعدين بيخسر الكاس التاني. ما هي دي كانت مفاجاه لنوعين. النوع الاولاني اللي ما بيشجعش ارسنال، والنوع الثاني اللي جديد في تشجيع ارسنال. صحيح، لكن لكن ما كانتش مفاجاه بالنسبه لنا طبعا. انا عارف يعني لا بيتعود. لا احنا عارفين شهر واحد. يعني هي البدايه الحقيقيه بتاعته كانت ماتشين بتوع برينتفورد وولز اللي ورا بعض دول. انا خلاص عرفت الدوري ده انتهى، مش بتاعنا. الدوري انتهى مش بتاعنا يا راجل. انا بقول لك انت هتضرب من دلوقتي. انا عارف. لا انا بقول لا، ده ساعتها مش دلوقتي. من ساعتها، بس دلوقتي ما انتهاش برضه دلوقتي طيب خلاص. وبعدين حاجه ثانيه دي احنا بنروح لها قدام بقى. ده احنا كنا قاعدين بنتفرج مع بعض على ماتش السيتي وتشيلسي. ايوه انا قلت لك الفرق بتلعبنا غير ما بتلعب السيتي خالص. حتى لو يعني على طريقه المؤامره. لا بيتجز. ما انا ارسنالاوي دي يعني عارف انت تحسني زملكاوي برضه شويه. الجمله دي دوري مصري قوي. يعني ابص علي ماهر ده بس يلعب الزمالك كده. مش حصل السنه اللي فاتت. الايه؟ مش حصل السنه اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ السنه اللي قبل اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ ماتش توتنهام والسيتي ما بيلعبوناش زي ما بيلعبوا السيتي. يا راجل ده سون ضيع كوره في اخر دقيقه. ده كان خلاص كان هيضيع دوري. قاصد يضيعها. ما اعرفش. سون عمره ما حط الكوره دي في نص الجول. اورتيجا تقيل. اورتيجا تقيل. اديله حتى بالاماره هم مشوه جابوا ترافورد. اورتيجا راجل في الثلاثينات، وترافورد ده حارس المستقبل. يعني هم مشوا ايدرسون. المفروض اورتيجا بقى الجون التقيل ده جابوا له مين يا راجل؟ بس ما عشان راجل كبير. في واحد غلطه يعني انا شايف اللي جاب الدرجه الثانيه ده ترافورد. ده راجل كسبوا ماتش الكاس يا راجل. بس غلط اول ما لعب لحق نفسه جاب دوناروما صح. هو لحق نفسه. شاف حسيت جوارديولا غلط فحب يلم الموضوع بسرعه. ودوناروما فرصه ما تتفوتش. ده كده. بس انا رديت عليك قلت لك ايه بقى؟ انت عندك الماتش الجاي تحسم الدوري بنفسك. السيتي هناك. طيب اتعادل يا عم، هتاخد ضربه. انا هكمل معاك نظريه مؤامره، او انا بكلمك بقى كمشجع ارسنال. ماشي، احنا كمان بالظبط على حسب مين حكم الماتش الجاي وحكم الفار بتاع الماتش الجاي. مايكل اوليفر ان شاء الله. ما هو مايكل اوليفر لسه هيحكم لنا ماتش. محمود وافق. لا ما ينفعش. مايكل اوليفر المفروض ما يحكمش السيتي، وكلنا عارفين ليه. صحيح صح. العقد اللي عمله مع الشركه الاماراتي المالكه لمان سيتي، الراجل ده ما حسبش ولا ضربه جزاء على مان سيتي في حياته، ما طردش ولا عين مع مان سيتي في حياته، مان سيتي ما خسرش معاه في حياته. طب يا جماعه ما هو باين بقى. الراجل ده طرد تروسار في ماتش السيتي في كوره يعني بالكتير قوي انذار، والراجل معاه انذار فما تديلوش التاني. هو في ماتش قبل كده مع السيتي تدخلين بقعر الجزمه، طلع قال الكوره دي كارت احمر، بس انا حاولت ما اثرش على سير المباراه. انت شايف الفرق؟ ما تقوليش نظريه مؤامره. انا بص ما تقوليش نظريه مؤامره. الوحيدين يبقوا حافظين احصائيات الحكام والله مش طبيعي. والله مش طبيعيين. ايوه عشان بتظلم. لا بس هو كلامه صح، لان مايكل اوليفر ليه سواء معايا برضه. انا بصراحه شفت ارسنال بيظلم كتير قوي. بالظبط. ماكاليستر دوكو داخل الكوره بتاعت ماكاليستر اللي دي داخل فيها بقعر الجزمه ما رجعش حتى للفار. طب بغض النظر عن التحكيم، طيب خلينا نركن التحكيم والنظريات المؤامره على جنب. صح. ارتيتا بقى انت شايف ان ده
اداء ياخد دوري. اداء ياخد الدوري لا. بالظبط كده. اداء ياخد دوري. طيب اداء ليفربول السنه اللي فاتت ما كانش ياخد دوري. على الاقل احسن من السنه اداء دي. السيتي السنه دي في المجمل ما ياخدش الدوري برضه. بس انا قلت لك انت القصه بتاعتكم احلى، صح. قصه احلى. ناول تركي واحده كده بس بقى شغل اللي هو ايه بتاع السوشيال ميديا، واللي هو هتسفه على ارسنال عشان يبقى جنبيه. ما هو جميله الناس حلوه. بتحب الكلام ده. ايوه حلوه جميله. طيب خلاص هي هو مين كان يستحق الدوري السنه اللي فاتت؟ مين كان يستحق الدوري؟ وينفع اقول لك حاجه اقول لك حاجه بورنموث. لا ما تمشيش كده. لا انا يعني لا سيراميكا انضف فرقه بتلعب كوره أنا- في مصر، ما مش أنا- هنديهم الدوري يعني. لا ياخد الدوري ما فيهوش. عشان ما بيجيبش عناصير الضعفاء كده. انتوا عشان اهلاويه بس طب عندكم الحته دي. لا المهم ارتيتا هو مشكلته الرئيسيه دلوقتي، او مشكلته الرئيسيه بقى لها شهرين بالظبط، هو ناقل توتره جدا للعيبه بطريقه مبالغ فيها. ما ينفعش تيجي على المراحل الاخيره كل سنه تنقل التوتر بتاعك للعيبه. ده ليه لقطه وحشه جدا في ماتش سبورتنج، الجون اللي احنا جبناه اللي هو في اخر دقيقه، مارتينيلي مزنوق بالكره على اليمين فبيحاول يوجد حل، ارتيتا عمال يزعق وعمال يقول له ارجع ورا. طبعا مارتينيلي نفض له وراح ماشي. وكانت مفاجاه من مارتينيلي ان هو يطلعها كده. انا اتفاجئت زيك بالظبط. هو مش بتاع الحاجات دي، هو غالبا عند معاه. بس هو مش كل اللعيبه عندها الحته دي. في لعيبه باين ان هي متوتره في الملعب. بين وايت متوتر في الملعب، هو مش عارف يلعب. زوبيميندي من ساعه ما جه هو انا حسيت ان انا بلعب احسن منه. زوبيميندي لا بيستلم وعلى طول مستخبي، ما بيدافعش، ما بيتمركزش، ما بيعملش اي حاجه. كل فين وفين يجيب لي جون هيد ولا يجيب لي جون شوطه. لا انا مش جايب لعيب 6 بديل بارتي واساسي منتخب اسبانيا عشان يجي يقعد يستخبى في الملعب. ده كان فيه فضيحه الماتش اللي قبل اللي فات، ماتش سبورتنج. مين اللي كان بينزل يستلم؟ ده اوديجارد ابتدى ينزل عشان زوبيميندي مش عارف يطلع بالكوره. زوبيميندي الكوره بتجيله بتتقطع. هل عشان زوبيميندي وحش؟ لا هو زوبيميندي متوتر. مين سبب التوتر ده؟ السيد ارتيتا. مش عايز ما بيطلبش منه ان هو ياخد ريسكات. هو مش عايز ياخد ريسك مش خالص. عايز حد في الملعب ياخد صح. بان قوي في ماتش بورنموث موضوع التوتر. انا حسيت حتى كمان صليبه وجبريل نفسهم توتروا، اللي هم الاعمده بتاعتك مش عارفين يطلعوا بالكوره. وحتى في الثلث الاخير اللعيبه بتوصل لمرحله اللي هو الركب بتبتدي تخبط فاحنا مش عارفين نعمل ايه. ففي الاخر يا اما رايس بيشوط شوطه وربنا يسهل وتيجي، يا جوكريت ياخد الكوره دي ما كانش بيضيعها مع سبورتنج لشبونه. هو معانا بقى. لا معلش ده معاكم من اول السنه يعني. سيد حمدي ما هو سيد حمدي على فكره لعيب جامد. بعد اذن حضرتك سيد بيه حمدي. سيد بيه حمدي انا بحبه قوي يعني على عيني وعلى راسي، راجل محترم. بس لا ده مش يوكريس حتى بتاع منتخب السويد. لا فواضح ان في توتر. ارتيتا نقله للفرقه. فانت عم ارتيتا انت بقى 5 سنين بنيت الفرقه حلو قوي. انت راجل مقاول بنيت. هنجيب بقى مهندس ديكور يشطب يعني خلاص بقى نجيب مهندس يشطب. على فكره انا كنت بقول كده صح. انا كنت بقول لك كده من السنه اللي فاتت ان ارتيتا كفايه عليه كده. هو حظه وحش يعني. كان حظه وحش في 2 دوري قبل كده. كان بيلعب كوره بس هو السيتي ما كانش بيفقد نقط. ما هو ده مش طبيعي. ما ينفعش في موسم يعني الغلابه دول برضو ما نفس الكلام. لا بس انا بقول لك طبيعي 17 ماتش مكسب ورا بعضه ايه رعب فيلم رعب يعني. والناس تقول لي انت خسرت الدوري عشان انت خسرت من استون فيلا. ما انا لازم اوقع نقط عادي يعني. كفريق طبيعي كبني ادمين بنوقع نقط في النص عادي. لا في واحد من يناير في ديناصور هناك عادي. ابريل مفيش حاجه مرعبه جدا يعني. فخلاص بس السنه دي مفيش حاجه. السنه دي مفيش حاجه. وارتيتا ابتدى يعمل حاجه بقى تضايقني انا شخصيا بقى بعيدا عن الارسنال. انا ايه اللي خلاني اتفرج على ارسنال او اشجع ارسنال؟ كوره حلوه. انا عايز اتفرج على كوره حلوه بلا بطوله ولا بتاع. انا في 38 ماتش في الموسم لو هنلعب دوري بس. انا في 38 في 90 دقيقه. انا الوقت ده كله في السنه انا بقعد استمتع واتفرج. طب والناس اللي كانت بتقول هناخده بالضربات الثابته وبعد كده نبقى نشوف اللعبه ما احنا ياما لعبنا. ارتيتا ما هو الناس وصلت لدرجه اللي هو طب ارتيتا كده ما بيلعبش كوره وهنلعب الكوره الممله بتاع جوارديولا ونقعد يا ريت كوره جوارديولا دي نسخه اسوأ منها بكتير طبعا. طب هتلاقي بطوله بقى. على فكره الطريقه دي كانت مضايقه شويه لعيبه برضه. في لعيبه اصلا مش متقبله عن طريقه لعبه. ما طبعا. واصلا هو بيعمل حركه في منتهى السذاجه من السنه اللي فاتت. اول ما بيتقدم بجون بيرجع ورا بيسلم الفرقه الثانيه. ما بيدوسش. طب انت يا عم ارتيتا انت بتسلم نفسك الفرقه الثانيه. صح. ده في تغييرات محفوظه دي على طول. صوابط الدفاع بتاعك اللي هو مش صوابط الدفاع. انت بتراهن الفرقه الثانيه مش هتجيب. ما ينفعش تفضل قاعد كده وتخلق عليك باخر ربع ساعه 6 7 فرص. اكيد واحده هتيجي. اكيد هيحصل غلط. صح. انت عارف انا حاسس ان من ده يعني زود مشاكل ارسنال الفتره دي ان الدفاع ما بقاش سوليد زي زمان. يعني ارسنال هتلاقيه تقريبا بعد يناير لا الدفاع نفسه ما بقاش يلحقه. هو التوتر زاد فبالتالي انت ما عندكش حلول هجوميه قدام. ما عندكش ساكا مش مديله حريته. اللعيب اللي ممكن تلاقي لك حلول
ما لهاش وجود، فبالتالي انت قاعد مستني الدفاع فبقيت تلبس، فانت 1-0 اللي كنت بتكسبها مش عارف تكسبها، فبتفقد نقط. في الشامبيونز برضو نفس الكلام، انت قدام سبورتنج في الدقيقه 90 بالعافيه، ولا برضو انت تخرج 0-0. سبورتنج كان احسن، سبورتنج أنا اتفرجت على الهايلايتس. مضيعين كورتين خطر جدا رايا- واحده في العارضه، الاثنين رايا شايلهم، حتى اللي في العاده رايا هو شايلهم. شالها حط ايده فيها طلعها. رايا يعتبر نجم الماتش في ارسنال. هو رايح نجم الموسم في ارسنال. شال حاجات كتير برغم ان هو غلط حاجات برضه. صعبه لا كتير ما هو أوي. ماشي، هو غلط في كورتين 3 بس هو شال قدامهم ايه بقى يعني، انت الناس بقى شال. بتنسى. راي نجم الموسم برضو من بعد الدور الاول. يعني فاكر احنا في الفانتسي كنا بنقول ايه، رايا ما بيجيبوش عشان هو ما بيصدش ما بيجيش عليه كور. بالظبط. اللي حصل الدور الثاني مختلف تماما ايه السبب عن بقى؟ الدور الاول. ما هو دفاع الفريق عشان يبقى سوليد هو بيبتدي منين؟ من نص الملعب، صح. ما هو فيش فرقه افراد دفاعها كويسين ونص ملعبها ضايع وتقول لي اصل الدفاع ده جامد. ما هو الدفاع بيبتدي من نص الملعب. زوبيميندي سيء، رايس مجهد يا جماعه، رايس ارتيتا طبعا كتر خير الدنيا والله اسمه زي الراجل ده بينزل ياخد الكوره من عند الجون، بيبني بيها الهجمه، يطلع ناحيه الشمال، ما بيبنيش قوي يعني. المرتده لا هو هو مش بصير، بس هو هتلاقيه واخد الكوره، هو مجهود رهيب. الكوره اتقطعت هو اللي بيرجع يغطي. يا جماعه ما فيش كده. الكره لو ما اتقطعتش في ارسنال من بدري يعني رايس هو الوحيد اللي ممكن يقطع الكره من بدري، غير كده انت سلمت صليبه وجمهورين. صح، لان زوبيميندي ما بيعرفش يضغط، ما يعرفش يعمل فاول، ما بيعرفش يعمل فاول صايع بمعنى اصح يعني. هو بيلحقش يعمل فاول، هو دايما في جاب بينه وبين اللعيب اللي معاه الكوره او اللي هو عايز يغطي عليه. طب الكوره بتجيله هو بيتكهرب. السؤال هنا هو ارتيتا هيقول ايه للاعيبته الموسم ده؟ ولو كمل فرضا هيقول لهم ايه الموسم اللي جاي؟ هيقول لهم احنا نفس السيناريو، اصل ده تكرار سيناريوهات مشابهه. انت افترضت ان هو مش هياخد الدوري يعني خلاص، او اللي بيقولوا مين النهارده على فكره بنسبه كبيره هو بيروح، هو في خطر بس لحد دلوقتي هو ممكن يتلحق. بس انا شايف ان ارسنال هياخد الدوري. انت شايف ان ارسنال هياخد الدوري؟ مش عشان ارسنال حلو، السيتي هيقع. فضلنا ايه ماتشات سيتي فاضله ايه؟ ما هو سيتي بيخسر قدام اضعاف الناس عادي يعني. سيتي ما بقاش سيتي اللي هو انت داخل عارف ان سيتي هيكسب بيرنلي، لا سيتي اللي هيكسب ويستاهل. سيتي فاق يعني، هو فاق بقاله ماتشين بعيدا عن ماتش ريال مدريد، ما اعرفش ايه اللي حصل ساعتها. سيتي سيناريو الماتش لو مشي على مزاجه تمام، بس سيتي يعني احنا كنا بنتفرج على ماتش تشيلسي الشوط الاول، ايه رايك في الشوط الاول بغض النظر عن سيتي وحش جدا، وحش، الشوط وحش، وتشيلسي كان ممكن يجيب على الاقل جولين بس، صح. فده ممكن يحصل في اي ماتش قدام سيتي. بس لاحظ ان هم بس عندهم حلول. ارسنال والسيتي الاسبوع الجاي يعني السيتي لو كسب الضغط بنسبه 80% هياخد الدوري. هو الاهداف مع مين حاليا؟ معانا فرق جولين يعني، لو سيتي كسب 2 مع بعض، واحد بس هيتعادل، كسب 1 بقينا زي بعض بالظبط، 2 يتقدم. ما هو باقي الماتشات بقى هو عنده بيرنلي مثلا هيديله 7 انا عارف، ما بقوش مش الدرجه دي، ما بقوش يدوا 7. عندنا نيوكاسل احنا هنتعادل او بره ولا جوه؟ ما هوش فارق، ما بورنموث كان جوه. لا الماتش الاولاني كان اللي هو في جيمس بارك، لا بتاع جابرييل. جابرييل هو السنه دي اللي هو في اخر دقيقه. فلا احنا ماتشاتنا الباقيه رخمه خلاص، واحنا بنفنش الموسم تفنيشه وحشه. بنفنش الموسم احنا كان اقوى حاجه عندنا الكافي بينزل كده. بس ليه رخمه؟ عندك مين؟ عندك يعني انت خلصت بورنموث، اي نعم خسرت. عندي نيوكاسل، ده ماتش مش سالك معايا انا صعب الصراحه مع نيوكاسل. عندي كريستال بالاس بره، انا ما بعرفش اكسبهم جوه، ده وحش اكسبهم بره. بس كريستال بالاس يعني ما ترجع يا بيه، لا مشاكل مين؟ ده لسه برضه يعني بتفرج على ماتشهم في الكونفرنس. لا كانوا عاملين ماتش على فيه، هم مركزين فيه. ايوه ماشي، هم فاكسين للدوري خالص. لا بص كريستال بالاس بالذات في ملعبه سخيف جدا. انا لا مدرب جلسنا كده يعرف يلعب معاك ماتش حلو يعني. مين تاني عندك؟ فولهام تقريبا جوه. عندي فولهام بره ده سخيف برضه، ده غلس برضه. ما انا عارف ما انا بقول عشان كده بيقول لك ماتشات صعبه. انا ماتشاتي مش بس ما تقولوش مش واخد باله. عن سيتي بره على فكره، وده برضه الناس ناسيه. هو السيتي انا شايف ماتش السيتي هو اهم ماتش على فكره. هيفرق كمان مع اللاعبين، انت لو كسبت الماتش ده بنسبه كبيره انت لا وخلاص كده مش هتوقع نقط تاني. ازاي وانا بلعب بين وايت الموظف؟ تمبر فين؟ هيرجع تمبر مصاب، مفيش، ما قالوش لسه. ساكا غالبا هي دي الكارثه. لا دي فضيحه ان اتقال ان ساكا عنده الاصابه دي اصلا من اول الموسم. اصابه عضليه من اول الموسم، هو بيلعب ب 50% من طاقته بس، وباينه هو مستواه واقع. طلع مش عشان هو بيستهبل يعني، طلع ان الراجل مصاب. يا احمد ربنا ما بيعالجوش الرجل الثانيه، صح. ففي فرقه عندها بلاوي. لا دي كانت اشاعه على فكره. لا بس اشاعه حلوه عجبتني الصراحه. وقالوا ان هي كانت متكرره قبل كده كمان. ما شاء الله بقى، لو الاشاعه ماشيه قال لك يلا بتطلع كوميكس حلوه. فلا انا مش متفائل خالص،
مش متفائل من زمان يعني، وده العادي بتاعنا. ده بحكم التاريخ، لكن بحكم التاريخ، بس التشامبيونز مجهزه. الشامبيونز اه الشامبيونز على حسب انت. الشامبيونز دي بطوله اللي هو ايه، انت فاهم النهارده هتكسب، مش فايق خلاص. بس انت طريقك للنهائي سالك. دي ليه سالك ايه؟ برشلونه واتلتيكو. يا جدع انت قابلت مين؟ اتلتيكو فيلس، برشلونه مش فيلس. انا قابلت مين قبل كده؟ لا انا بتكلم اتلتيكو هم مدينه 4. لا عادي، ما اديت باريس السنه اللي فاتت مين؟ اتلتيكو دلوقتي غير. لا اتلتيكو صحيحين دلوقتي. يعني هتلاعب تلاعب لا، اتلتيكو برشلونة ولا تلاعب باريس ولا بايرن؟ يعني بص الناحيه الثانيه. كارسنال ده لا اتلتيكو فرقة بايرن بيس. لا لا، بايرن لا بايرن فرقه سهله. فرقه سهله ايه أيوة، يا عم اخش اجيب لك سطر الجلاليب جمهورها سهل. جمهورها سهل. جمهورها سهل. اخش اجيب لك كارل كده وبعدين لا ولا حاجه. ولا اي حاجه. مكملات سهله. خلي بالك احنا فكينا عقده الريال ومش هاممنا حد. طب خلي بالك بس خلاص. ما تدوسش قوي عشان فكوها لسه خلاص. هنخرج. بسجل الكلمتين عقده دول. هاري كين على فكره، لعبناكوا ما جالوش ضربه جزاء، ما جابهاش. دي كمان. فالعقده دي مفكوكه برضه، خلي بالك. ما خلاص اتفكت. نرجع بقى زي زمان. زمان. رجالتنا عندكم على فكره. جنابري جنابري حاجه جنابري الراجل المحترم. هنشوف. لا انا حاسس على فكره ان احنا ارسنال وبايرن يعني. لا النهائي برشلونه باريس اللي كانوا بيحلموا بيه السنه اللي هو كان هو باريس. يا ريت غالبا هو ده لا النهائي. والله يا يا ريت. ريت. يا ريت ايه؟ والله لا يا ريت. مش يا ريت. هو مش يا ريت. يمكن بس على كان جنب. هيبقى فاينل حلو يعني. انا مالي. والله بايرن لو وصل هيبقى فاينل حلو عادي. انا ليا فيه. لا قسموا التورته والله كده. بايرن لو وصل هيبقى حلو جدا. يا سلام. هم دول اللي هيخنقوا الماتش. صح. قسموا التورته كده والريال ياخد اللقب في الاخر عادي. معلش. انتوا دلوقتي بايرن ميونخ بيقول لي انت بتلعب بولي. تخيل تخيل شوف الزمن. شوف ارتيتا عمل فينا ايه. شوف الزمن. هو اجلي فعلا. معرفش. لا انا ارتيتا كرهني في الكوره، كرهني في ارسنال. انا بحبه يعني، انا بحب ارسنال بتاع ارسنال بس دي اعتقد ان هم كده اللي هو كده مش بيكسبش ده، بس بيقدم لي، عارف انت ايه الهدف من كره القدم؟ ايه هو الهدف؟ المتعه. انا عايز اتفرج على شو وبص كان داخل السينما كده اتفرج على فيلم. هتقولي فيلم دس وهو قصته حلوه جدا وحقق ايرادات، بس هو فيلم ممل ما بتعيش فيه. وجهه نظر المخرج بقى ومش عارف ايه والكلام ده. انا يا عم قدم لي الشو اللذيذ، وارسن فينجر كان بيقدم ده. هو كان بيقدمه الصراحه، وبيعرف. مش هقول لك ان هو بيكسب كل البطولات ولا بيصبرك بحاجه، بس بيصبرك خد ماشي حالك بدي. بالظبط. كل فتره كده اديني كاس دوري له هزيمه، بنقعد نزيد بيه وهنزيد بيه لحد ما نموت عشان تبقى فاهم. انجاز تاريخي. منه لله. اسماعيل صار. اتفرج منه لله. اسماعيل صار. لا كنت هتخسروا بعديها يعني. لا يا عم، ليه عارف؟ لا كانت ما تفهمش الواد ده ضرب الحبايه. هو بيضرب الحبايه على طول قدامنا. خلي بالك احنا كل سنه بنحتفل. ايوه ما هو كل سنه كده. اول ما كل فرقه تخسر بالظبط. في احتفاليه بتتعمل كده على جنب، وبعد كده نشوف. وبعد كده يرجع يقول لك انتوا عايزيننا نخسر الدوري ليه؟ شوف بيحتفلوا بدوري بقى لهم 20 سنه ولا 20 بص سنه. انت لو مكانها هتعمل شوف كده. احنا الجمهور دمه خفيف وظريف، أنا ازاي ممكن بنحتفل بحاجه يا عم يعني. الجمهور دمه خفيف جدا. فرفوش يا عم، احنا جمهور جدا. وبنسف على فرقتنا على فكره. في جمهور تاني بيبقى قماص بقى، اول ما حد يتكلم على فرقته يبتدي يتقمص بقى ويقاير. عارف مين؟ كل فرقه الدوري الانجليزي. والله دمهم تقيل جدا. يا عم الراجل شغال سف على فرقته اهو. الراجل شغال سف على فرقته. لا ده تركي راجل ظريف، روح رياضيه. بس جمهور ليفربول مش ظريف. خلي بالك ليفربول من الفرق اللي ما بكرهاش ابدا. يعني الناس برضه ما تعرفش ميولي. انا يا جماعه ارسنالاوي، ما عنديش مشكله مع ليفربول، عندي مشاكل كبيره جدا مع مدينه مانشستر. صح. كنت هختم معاك بسؤال بس شكلك جاوبت عليه. انهي واحد؟ هل لو ارتيتا مثلا وصل فاينل تشامبيونز ليج، طبعا يعني خلينا نقول خد تشامبيونز ليج وخسر الدوري، يكمل؟ بالنسبه لي انا لا انا نفسي لا. انا بصراحه لا معاك، خصوصا بعد ما شفت يعني في اشاعات عن البديل، فاللي هو الواحد اشاعات على مين؟ فابريجاز. انت طبعا كومو فابريجاز حلو بس تريسكي قوي. لا وابنكو حاجات. انا بقول لك هيقول ايه للعيبه. هو بيفضل قفش اللعيبه. بص اسمع الكلام ونفذ اللي انا بقوله لك، وهناخد الدوري وهنعمل كذا. ما بدوش. انا شايف ان مفيش ثقه على ارتيتا يعني. هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ النقطه دي فعلا ان اللعيبه هتزهق في الاخر. بالظبط. قول لي ايه جديد؟ هيفقد لعيبه، والخوف يفقد لعيبه جامده. اللعيبه مستنيه انجاز عشان هي مجبره تلعب بطريقه. متاكد ان نص لعيبه الارض انت مزهقني وعمال اسمع كلامك. طب ايه الجديد؟ بالظبط. فهو مستني ان هو ياخد حاجه، يعني ان صبره ده في الاخر يوصله لحاجه. لو ما خدهاش صعب. سيسك بي اوفر تكتيك على فكره. سيسك ده ريسك. طب ارتيتا بيوفر تكتيك عادي. ما هو ده اللي انا بقوله، ان انت عايز تغير. بس يعني سيسك شفت له يعني كان لقاء كده قريب كان لذيذ جدا. سيسك من الناس اللي هم مذاكرين المدربين كلهم. كان حتى يقول لك ايه، انا احب كونتي في حته واحب ارسن فينجر في حته، ما قالكش انا بحب مدرب على بعضه كده. فاهم الفكره؟
مش انا ما بفرجش برضه على الدوري الايطالي قوي، لا هم كويسين جدا، ولو هم حلوين بتفرج جدا. مش بتفرج على كومو. انا عندي هي مشكله واحده بس، ان غالبا فابريجاز مش هيجي. الناس برضه حاطه امال ليه بقى؟ فابريجاز ايه اللي خلاه يضرب كومو؟ تمام. هو من ضمن ملاك النادي. ليه هو فابريجاز اول ما اعتزل هو راح عاش في مدينه كومو دي، المدينه عجبته قوي، عجبته جدا، لدرجه ان هو اشترى حاجه على البحر هناك وقال لك عشان اكمل عيشه هنا انا هشتري اسهم في النادي وهضربه وخلاص انا هكمل عيشتي هنا. ما يعني بص غالبا ارسنال برضه لا بس ارسنال لا، مش هقول لا، بيغيروا رايهم في الاخر حتى لو مش ارسنال، يعني في الاخر فاهم الحاجات دي بتبقى احلام كده. هو لو عيشتي الحلوه دي واروح بقى هتزهق منها، ضغط هتزهق منها يا سيدي. ما هو البيت بتاعه موجود، يبقى يرجع له في اي وقت، يبقى يروح بالظبط. على فكره ما هو لو عمل حاجه مع كومو الموسم الجاي هيتضغط. لا مش الضغط، هو لا يعني مش هيتضغط 100%، بس يعني هيبقى في كومو دي اصلا محدش هيطلب منه حاجه. لا بس بالظبط، هو كومو لو وصلوا مثلا الشامبيونز ليج هو في تارجت، ده هيكتبوا النادي باسمه، انت عملت كذا فالمفروض اللي بعديه زيه يحسن منه، لا مش اقل منه قوي. مش هينافس كومو يا اسطى. كده بتقول ليستر سيتي كسب الدوري، كنت عايز ليستر يعني جماهيرهم لسه راضيه لحد دلوقتي، هم درجه ثانيه وهينزلوا درجه ثالثه بالظبط، وراضيين عايز ياخد الدوري من 10 سنين. لا بس كان متوقع، الناس كلها كانت السيزون اللي بعده عامله حساب ليستر 1000 مره. لا تشيلسي فضوهم، ما انا عارف فضوهم كده اللي هي زي ليفركوزن، مسيره اي نادي بيطلع ياخد الدوري فجاه يعني. فهو لا بس يعني انا متفق معاك في حته فابريجاس دي. انا حاسس ان هو ممكن يبقى شبه على كومباني، عارف جوارديولا، تحس ان هو طالع تحتيه جيل احسن منه، من ناحيه مش احسن منه كتدريب، لا احسن منه ككوره، اللي هي ايه الوسط. انا مش هلعب الكوره الممله، لا بس انا واخد افكار وكده كده، يعني هو منبع الافكار بتاعتهم بس معدلين عليها، يعني اللي هو ممكن هيبقى الكوره احسن شويه، مدربين فليكسبل عنه وعن ارتيتا. هو الوحيد اللي خد الكوبي بيست وزود عليه هو ارتيتا، ما اعرفش سبحان الله والله، وماريسكا عنده الحته دي. بس طب ايه الحاله اللي ارتيتا يكمل فيها بالنسبه لك؟ دوري وتشامبيونز. ايه ده؟ ايه هيقعد يلعب الكوره السخيفه بتاعته دي، وعنده سفاح قدام هيخلص له الماتشات، فهو لا سيبك من لا انا قصدي هياخد بطولات، ما حدش هيساله بقى على الاداء ولا على اي حاجه. ما انت مش هتجيب هالاند، خلينا متفقين كده هالاند مش هيجي. انا بقى ما يعني ما فيش حل. يعني لو الراجل ده كسب تشامبيونز ليج ودوري مش اوكي كده هيكمل، بس انت عايزه يكمل. انا قفلت منه. لا انا كورته ما بحبهاش، انا ماتشات ارسنال ما بقتش استناها زي زمان. بتفرج بس انا مش مستني ده اعتقد انت مع سلوت لسه كنت بقول لك ماتشات ليفربول انا بنام بتفرج. لا الريتم وقع، لا الموضوع بايخ. ايام كلوب لا انا ماتشات ليفربول دي بستناها طبعا عايزكم تخسروا، دي قصه ثانيه مالناش دعوه بيها، بس انا حبيت. بس لا الشو اللي هو بيعمله، لا الكوره زي برشلونه دلوقتي، ايا كان اللي بيشجع برشلونه ما بيشجعهاش، هو الماتش كده حلو. انت بتتفرج على فليك مش برشلونه بالظبط، بتتفرج على فليك بالظبط، فاهم الفكره بالظبط. يامال، عشان يامال جامد قوي، مش طبيعي كده يامال وبيدري وفيرمين. لا على فكره عنده شويه لعيبه تقال قوي ان شاء الله اتلتيكو يطلعهم ان شاء الله، مش عشان حاجه والله، عشان بس ايه يعني حرام، مش لازم اخسر النهائي 4 يعني. عندهم ازمه مع اي فرقه بتتكالح لا بص، هي ماتشات برشلونه دي انتر ميلان كانت نفس الكلام. لا هي ماتشات برشلونه دي فانا ممكن اخش ازحهم 5 عادي جدا، وممكن اترزع 5، فيعني ليه اخش في الريسك ده؟ لا انتر ميلان اللي اتكالح عليهم ده لابس كام جول من برشلونه ده السنه اللي فاتت؟ 7 كان في ماتش كان 4 و3 صح؟ 4 و3 لابس 7 اجوان. لا انت فاهم برضو، ده الفرقه اللي اتكلحت وقعدت ده كده دول اللي اتكلحوا ده بس سيميوني ياخدت كده وعمل لهم عقده نفسيه قبل فنيه يعني في ماتش السوبر يعني. لا عموما في الدنيا هو برشلونه وسيميوني رجعوا عليه في السوبر، يعني ما اعتقدش ريال مدريد تتضايق من سيميوني اكتر من الكاتالونيه، يعني سيميوني ريال مدريد ما فيش حد بيضايقهم اساسا يعني. يا اخي بس لا ثواني، لا بس بتكلم على طريقه اللعب والله العظيم عيب. ريال مدريد ما حدش بيضايقهم، معلش ده سنه كده ريال مدريد عقده ريال مدريد قاعده جنبك اهي، عمره ما كسب ده ما جابش غير جول واحد بس غلط، بس مش مشكله. لا احنا ملاعبينهم كتير لا مش كتير قوي، هم 4 ماتشات تقريبا، عاجلين 3 ماتشات وانا كسبان 3. طيب حلو، لما 6 بس عقده، لا عقده رضا صرف قاعده في خلق. ده ريال مدريد يا عم. محمود بوشه منور في الكلام على الكره الاوروبيه. بص عشان البايرن هو فرحان هتصفه لك دلوقتي هيجيب لي سيره محمد هاني، انا عارف لك في ثانيه ايه فكره، ما هو عارف اللي بينافسني محمد هاني مروان عطيه. محمد هاني اللي انتوا ظالمينه ده اكتر واحد صنع فرص السنه دي في الاهلي واكتر واحد عمل اسيست. غريب. مش عارف الجول الاول امبارح تاني جول فوز ولا جول فوز كمان. لا ما هو جول الفوز ده صنعه بعد قد ايه؟ بعد 20 عرضيه 50 عرضيه. هي دي الخطه يا جماعه، ما هو الراجل كل ماتش احنا بس ما تقولش خطه. لا بالظبط، هاني بس ما تقولش خطه.
ما انا بسف وانا لسه هكمل السفه. هاني بيمسك الكوره هنعمل 47 عرضيه ان شاء الله واحده هتيجي جون بس. بعدين لازم نقف جنبه يا جماعه عشان الراجل ده يعني كمان ناشئ شهر ونص لا هيلعب ضد دوكو، فاحنا لازم دوكو ايوه لازم نقف جنبه ونشد من ازره والله عشان الموضوع صعب. اقول لك على حاجه، هو صعبان عليا جدا. هو ساعات بيسترجل ورا، انا ما اعرفش يعني بتبقى ماتشات كده بالظبط. فلاتات في ماتشات انت عارف بقى ان هو ممكن مثلا قدام دوكو ده هيقلب الدنيا الفيس. بس ادفع بس هيقلب فتوح قدام يامال. بالظبط حاجه كده. هيقلب كده. هو غريب هيسترجل دفاع بس، مش تستناش منه حاجه قدام ولا في نص الملعب ولا انفيرت ولا اي حاجه. طب بما اننا دخلنا بقى في المحليات والاهلي زي ما احنا شايفين كده يعني بنزق زقه زي ما احنا مش شايفين. لسه عندك امل دوري ولا؟ عندي امل كده كده عندي مع بعض على فكره. طب بناء على ايه؟ انا قايل له هناخد الدوري، انا قايل لا مفيش بناء. انت بتهزر ولا ايه؟ هو بناء على كده، هي بناء على دي. تاريخ يا بيه. الاهلي بياخد الدوري مع بعض كده بالذوق بالعافيه بقى. زنقت لا قوي مش بالعافيه، مفيش حاجه بماتش بالعافيه. بيراميدز بياخد بحاجات بقى هو بص ب6 نقط من غير 6 نقط. هو كده كده بياخد الدوري. أنا مش قصدي حاجه الموسم ده بالذات محدش يزعل. والله ما فيه خالص. يعني احنا ما كان كان في في شبه- ما يرضي الله. شفتوا عاملين ايه بقى؟ ولو خدناه في الاخر كان في شبه ده كتير. ولو خدناه في الاخر كان في شبه ده كان في كتير. شبه ده كتير كان بالظبط. في شبه ده كتير. انا شايف ان احنا هناخد الدوري مع يعني 60% اكتر عكس محمود شويه. هو مدي 40% مثلا احنا مش هناخد الدوري خلاص. في واحد هنا فارق وشاف انه خسر الدوري اساسا. علي هو بيحتفل معانا. انت عارف لو واخدين فريقين كده وكده ما تقولش العسل. كنا خلاص بنسلم على بعض ومجهزين الجاي. والله لو 3 الاهلي انت عندك مايكل اوليفر في مصر؟ ما عندكش؟ عندي محمود وفا. محمود وقف موجود. ايه رايك في البنالتي صحيح؟ عندك رضا بلتاجي. انت شفت البنالتي؟ عندك ريشه. شفت اكيد البنالتي اللي فيها جدال. بلاش عشان ده كان هتلاقيه بيشوفها عنده بس يعني غالبا جات لي فتره كده ما اعرفش ايه اللي حصل، لوغاريتم باظ في الموبايل. هي لا هو مصر كلها كانت بتتكلم عليها. يا جماعه تتحسب او ما تتحسبش عادي يعني. انت ايه رايك؟ لا تتحسب عادي جدا وما تتحسبش عادي جدا. ليه؟ ما تحسبش ليه؟ طب انا عايزك تعتبر هو ساعتها مش باص للكوره اصلا وايده طالعه بره جسمه سنه، بس هو حاول يرجع ايده ورا وهو بيرجع ايده يعني عشان طيب يبعد بس الكورة. ايوه ما هي وضعها غلط. انا قصدي ان في الاخر حسبها تمام، ما حسبهاش تمام. مش الصياح كان عالي قوي عشان اخر دقيقه وماتش بص الصياح عالي. هي ضرب، انا شايفها ضربه جزاء، بس هو الصياح عالي قوي عشان احنا وحشين وعشان احنا في عرض اي حاجه نستر بيها نفسنا. صح ده بيزود الصياح. انتوا وحشين لدرجه ان انا بقيت استمتع بماتشات الاهلي دلوقتي. يعني انا ماتشات الاهلي ما بفوتهاش. ده ممكن ليه؟ مصر بالنسبه لي حاجه في مصر. طب ليه؟ بحب اتفرج عليه. مسرح مصر كوميديا يا اخي. بحب اتفرج. طب شفت اخر ماتش؟ للاسف هو للاسف بالظبط. احنا بنعقاب والله. اصل كسبته في الاخر. لا كنت مستني حاجه. ما هو للاسف الماتش ذات نفسه، سيبك ان احنا كسبنا وخسرنا. ما هو الماتش سيء. الماتش سيء عشان ترب بيلعب برضه. ترب سيء عشان ترب ما بيلعبش. لا بيلعب بناس في اماكن غلط. ما في حاجه غلط ده. على فكره عملها الماتش اللي فات بتاع سيراميكا وبدا كله في مكانه، ما كانش في اي حد متغير والاداء كان وحش برضه. هناخد الكوره نعمل بيها ايه؟ انا حاسس الاهلي بياخد الكوره هو مش عارف. هو خط الترب بالراحه كده، انت بتبيلد اب ببسطين على الجنب صح، ما بترجعش من على الجنب. طيب هتخرج من على الجنب تروح فين؟ على الجنب التاني لمروان عطيه بكذا باصه هتروح على الناحيه الثانيه. بس هو الراجل ده لعبه على ايه؟ او ده اللي يعني هو عموما الكوره مع الوينج والله رفع عدى كان بها. طب بصه بره على 18 حد يعمل حاجه قلب الملعب. ده اسم القناه بتاعتنا. اللي عايز قلب الملعب الاهلي بالظبط، قلب الملعب هنا. لكن في النادي الاهلي مفيش. فطبعا عمل حركه في ماتش سيراميكا، نزل حسين الشحات في النص مع اعتراضي على المكان، بس الوحيد اللعيب كرة شارع اللي هيديك باصه في النص ونجحت يكسر خط يعني. ولا كوره يا علي بين الخطوط. حتى اصلا في البيلد اب بالدفاع انت ممكن تدي لمروان عطيه بين الخطوط ما بتديلوش، لا ادي الوينج يديله. لا بس ده مروان عطيه ده ما تجيبليش سيرته. لعيب ارتكاز، هو فاهم فكره ارتكاز ان انا ارتكز في المكان. لا اعتقد دي تعليمات مدرب. لا هو ما فيش تعليمات مع مصر كده برضه. مع مصر كده برضه. ما انتوا طالبين منه ايه بقى؟ انتوا عايزين لا اتحرك. بص يا علي، احنا الاهلي بيلعب بالبي لوحده، ده هو بيفوت واحد مرزوع في النص، وده من ضعف الشخصيه. امبارح كان بيلعب امام عاشور جنبه، ما هو مش لاقي له حل، فراح مرجع امام عاشور جنبه. في ماتش كان بيلعب ديانج جنبه والناس كانت متضايقه. لا بس ما هو ديانج برضه بس كان مخليه قدام. ديانج كان معظم الوقت 8 انا فاهم. امبارح فعلا امام عاشور كان بيسقط جنبه. ليه؟ البي عقبال ما يبقى بياخد باله ان هو في مساحه المفروض يتحرك فيها، يظهر لحد يديله الباصه،
بيكون الواد اللي على الوينج مثلا او على الطرف اتزنق اصلا. ده اصلا الشوط الاول يعني، عايز تشوف الشوط الاول بتاع سموحه كده يعني. لا أيوة. لا لا هو برضو هو يعني هو الباصه بتاعته احسن بكتير جدا من حسام عاشور، بس هو مشكلته هو انا بحس انا فاكر ما كانش بيمشي بالكره متر. ايوه لا مروان عطيه بيبص اللي جنبه. لا مروان عطيه عادي. تمركزه الدفاعي 10 10 17. لا بالظبط معاك. لا كده لو بيظهر لا بيظهر وكده يعني عن لا هو بس مروان يعني مش حلو قوي. مش حلو قوي. لا بس مروان كان لعيب ذكي يعني، بيتدارى. انا بحس ان هو بيروح عند الديفندر اللي ماسكه ولا ايا كان بقى المهاجم اللي ماسكه، يروح لازق فيه، يا ابني اظهر، طب اتحرك، سلم واستلم. انا حسيت بيك والله. انا كنت بقول لك ماله زوباميندي بالظبط، هو ما يحسش بيها غير بيشجع الفرقه. هو خايف في كوره بالظبط بيبقى عايز يضم على السيرد باك، يعني المفروض يفتح للسيرد باك، بيجي له على خط. بس دي تعليمات. لا بس دي تعليمات ان هو ينزل من ورا، تعليمات ان هي يفتح. تعليمات متكرره بزياده. تعليمات زفت. فين البساط اللي بين الخطوط يا عم؟ بلاش قدام في يعني الشوط الاول سموحه عادي، الثلاثه كانوا ضاغطين مش عالي من الثلث الاولاني، عديهم بباصه ويبدا بقى لعب. لا العب على الجنب، اجري على الجنب، انا في انتظار تريزيجيه يقطم ويودي يا هنا هيعمل 1 2 مع زيزو مثلا، ام السويتشايه اللي مش عارفين نعملها. يعني انا اسوأ تحرك هتشوفه ما بين زيزو وهاني هو بيحصل وبيفتح من 10 فتحات بيبصي له مثلا 3 ووديها له بيرجعها لزيزو يروح بيرجعها لهاني. يعني احنا بالظبط احنا في الاخر هو زيزو مش هو اللي بيرفع. ايه الجمله؟ هو احنا بنوصل هنا بعد كده بنروح نودي الباصه ونرجعها. مشكله الاهلي ده مدرب. انا عايز اقول لك انا دلوقتي مدرب، بس مشكله الاهلي عامه الاداره سيئه جدا. انا عمري ما شفت الاهلي بيدار بالطريقه دي من ساعه ما ابتديت اشجع. طب انت لو اهلاوي وخدت الدوري هتبقى عايز تاخد الدوري جداً. بنفس السؤال اللي انت سالته لي انا هسأل لك مع الاهلي، عايز الاهلي ياخد الدوري؟ طبعا المفروض الاهلي لو خد الدوري اذا الناس طرق نجح، اذا هو مكمل، اذا الاداره مكمله. لا ما نجحش، لان احنا الدوري السنه اللي فاتت واخدينه بعماد النحاس وهو جاي مدرب مثلا. بص الاهلي ياخد الدوري باي حد انا فاهم بالظبط. هو ده اللي كنت هقوله لك، هو كده اخداني الدوري مش انجاز للاهلي. دي نقطه. النقطه الثانيه احنا عايزين الدوري عشان ده هيبقى موسم صفري، ودي ما بتعديش على الاهلي كتير. فاتوا افريقيا بدري قوي كده. احنا بالسلامه كنا السوبر ايه اللي حصل؟ احنا خدنا السوبر ده السنه اللي فاتت، بس ده بيعتبر سبعه السنه دي ماشي. بس لا ومصر ما خدناش يا جماعه. احنا زي اوروبا في كل حاجه. كان في سوبر بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا بتاع لا من 3 سنين. لا كده الحمد لله. بس فبقول لك هيبقى موسم صفر طبعا، دي ما تعديش على الاهلي كتير. فاحنا عايزين اي حاجه، واي حاجه تدي بيها روح للعيبه الموسم اللي جاي، اي حاجه تبني عليها. فطبعا ما فيش مدرب، والعقد اللي معمول بتاعه ده كارثه. فالراجل كده كده عايز يمشي، بس هو مش عايز يمشي ببلاش، هياخد سنتين. هو انا قاعد معاك اكتر. هو 27 شهر. هو اعرفه 27 تقريبا. ومعلش شاف ريبيرو وشاف كولر فقال لك اللقطه ده التراثي لقطه والله العظيم. انا لو ما كان هو وشه باين كده الراجل بيلعب من غير حماس ومش فارق معاه حتى لما بيلبس اجوان وشه كده. لا وخصوصا دلوقتي يعني ممكن اصدق قبل كده كان دلوقتي هو فكره اول ان احنا عايزين نمشيه. يعني هو عارف ان احنا مش طايقينه وهو مش طايقنا، وعارف اللي هو اثنين قاعدين مش طايقين بعض بس قاعدين في البيت عشان العيال. هي كده بالظبط. فهو قاعد. طب انتوا شايفين الاهلي لو خسر الدوري ده هيبقى ضغط على الاداره ان انت طالع بموسم صفري؟ لا وتنافس نادي فايه بقى؟ لا نادي ما بيلعب. ايوه صح، ده عيب صح. بس هي اوريدي اللقطه دي اتاخدت. يعني انا شايف ان الضغط اوريدي حصل كده الجمهور مهاجمهم جدا. ايه اللي حصل بسبب الضغط ده؟ حصل حاجه؟ ما ده لسه انا مستني يحصل السنه الجايه، مش عارف اعمل حاجه دلوقتي. هو لا خلاص بقى اجتماعات وعينوا ناس وشالوا ناس. ما هو الاهلي لو خد الدوري وده دوري مش فمش هيعمل حاجه. انتوا راجعين من بعيد. لا هيقول لك ده نجاح الاداره، احنا نجحنا. لا مستحيل. ده الاعتذارات شغاله من النهارده. صعب قوي. الاعتذارات شغاله من بقالها شويه، والجمهور بينسى والله مع اول بطوله. لا اقول لك على حاجه، الاحتفالات بتشتغل. اقول لك على حاجه، سيد عبد الحفيظ هو بيبرر ضربه الجزاء قال كلمه جامده قوي عشان يقفل بيها بنك كتير، اللي هو ايه؟ انا قال كده انا فنيات مش وحش يا سيدي، مش حلو، بس اديني حقي. فمعنى كده ان هو عارف ان هو بنسبه كبيره احنا من الاهلي يعني سيد عبد الحفيظ عايز حقه كان ضربه جزاء. ماشي 81 كانون يهودي. فيلم الليمبي 8 جيجا. شفت فيلم الليمبي 8 جيجا؟ لا يا عم والله بيلعب في الدوري الانجليزي. مش عارف الاهلي عامل لك ايه والله، ما بيلعب في الدوري الانجليزي. هو الراجل في الكلام بيعترف ان هو وحش. احنا وحشين بس بعد اذنك انا عايز كلمه سيد عبد الحفيظ الاهلي عايز حقي. اخد حقي، ايه المشكله؟ هاني رمزي اخد حقي وحق غيري، ايه المشكله؟ بس اخد حقي. حلو اهي. بس بقى اخدت ايه؟
طب على فكره احنا متعاطفين معاك في حوار اللي بيحصل مع ارسنال في التحكيم ده. مين قال لك يعني مش ضد؟ اكسر التعاطف يا حمدي، ايه اكسر التعاطف. بس في حته حمدي صعب التمام الاعتبار بتاعك. لا بس حته بقى اللي قدامي بيلعب ما بيلعبش كده والكلام ده الصراحه يعني المهم انا شايف ان الاهلي في واخد دوامه كده مش حلوه، مش حلوه بالظبط. بس اقول لك على حاجه، ويروح يجيب لعيبه كيت في الزمالك. ايه ده من اول ايه ده؟ من لا من زمان ما كانتش بتصرف. هي المره دي زادت قوي. لا زياده. انت عارف المشكله في ايه؟ ان هو الاهلي اعتمد على الصفقات دي بس. انا شايف ان الصفقات دي مهمه، الصفقات اللي هي ما بين الانديه المتنافسه مع بعض دي تمام. مهمه من ناحيه الجماهيريه ومن ناحيه ان انا مسيطر. كفايه واحد، لا حتى لو هجيب 3 4 خلي بالك مش جايين مع بعض برضه. ما هو انا جايين تقريبا فرقه ورا بعض يعني. بتتكلم في مواسم. انا برضه خلي بالك مش عايز اعترض على اللعيبه كتير. انت اللعيبه دي حتى هم مستواهم ده لو اي حد تاني غير ترب كان عمل بيه حاجه. لا مش اي حد، اي حد بيعرف يدي بالكرباج يا عم يابا. لاعب كل واحد في مكانه هتكسب وعادي يلعب. اللعيبه دي مناخيرها عالية وعايشين في الدور، عايشين في الدور مفيش مشاكل. يمسك الكرباج ويقول زي جوزيه ماشي زي حاجه ثانيه. زيزو بياخد كام في الاهلي؟ ما فيش رقم مش سيبك من ال 100 مليون اللي بتتقال دي، احنا ما نعرفش كام يعني. في فرق كبير، فرق كبير جدا. صح. طيب الكلام ده هينتقل للعيبه صح 100% وكده يخليهم مش عايزين يلعبوا مش طيب. وعلى فكره انا كنت عايز مروان عطيه او مش عذره، يعني انا احساسي ان لما يجي مدرب تاني للاهلي هنحس ان مروان عطيه احسن بكتير، لان احنا شفنا مروان عطيه احسن من كده بكتير. زائد الحته بتاعت فرق الفلوس. مروان عطيه مش من الناس اللي بتاخد ثقه. ما هو خلي بالك حاجه وحشه يعني ان الاداره يبقى اللعيبه عارفه ان الاداره مش عايزه المدرب ده، فدي نفسها بتخلي اللعيب انت مش فارق يلعب ومش فارق كلامك وكده ماشي. المدرب اللي هيشيل بالظبط. ما انت كده ماشي. فدي على فكره هي الفكره يعني. المعلومه وصلت لهم بدري قوي. عارف لو اخر ماتشين في الدوري بتاع مش عارف ايه كان من بدري عايزين يمشيه وهو قاعد عشان خاطر شروط جزائيه. بس انا يعني هكمل على كلامك واقول لك ان الكلام ده بيتكرر مع كل مدرب كان قبل تروب. اللي حصل مع موسيماني ان اللعيبه زهقت منه فطفشته في الاخر، واتكرر مع كولر. كل مدرب بيبتدي مع كويس جدا وبعد كده اللعيبه ما بتستحملوش او ما اعرفش ايه اللي بيحصل، فبالتالي المدرب هو اللي بيمشي، فاللعيبه خلاص بقت انا ضامن ان انا كده قاعد، وهو المشكله في المدرب. ما انا كل مره بشيل المشكله للمدرب، ما فيش مره شيلتها للعيبه كده ودي كارثه احنا وصلنا لها. هي لازم حزم اداري ومفروض في حاجات اجراءات اتخذت. يعني امام عاشور لما طلع وقال لك يعني كلام حوالين ان هو عايز يمشي وبيعمل كده عشان هو بيلعب لحد دلوقتي. لا هتقعد لا بس هو بيلعب قرار نفس ايه. انت مش لسه بتقول لي في الاخر انت الكسبان مش هو. يعني انت كسبان هو مش هو في ايه. مش همشيك برضه، انا همشي كلامي زي مع وسام لولا الرقم الكبير قوي اللي كان اتدفع فيه احنا بنندم عليه اهو. ايه بس الرقم الرقم كبير قوي. بس كده انا مش مع ان هو يمشي، بس بصراحه رقم امام اقوى ما يترفضش بالظبط كده. ده اللي امام عاشور لسه في الملعب لحد النهارده، فامام اقوى من امام عاشور. ايوه هيقعد. ما تشوفش اول واحد ما عادش. ابو تريكه لما رفض يلعب قبل كده اتوقف قد ايه؟ والجماهير كانت معاه على فكره. ساعه المشكله بتاعت اتوقف قد ايه؟ ده ابو تريكه لا ده اتسحب منه الشهر. لا هو مشي يا جماعه. مشي راح اعاره 6 شهور عشان بس ما يتوقفش. ده ابو تريكه ده امام بقى. بس امام اقوى الاداره يا جماعه. لا هو برضه في مدير فني بينزله. ما انت برضه مش هنحمل يعني الاداره فيها ايه. فين قراراتك يا باشا لما لعيب تكلمه في التليفون وده تليفونه مقفول وانت يا ابني. انت عارف امام عاشور لعب كام ماتش في الدوري ده؟ ما توقفش. لا اتوقف 6 ماتشات يا بابا. 6 ماتشات كانوا كلهم كسر وقال لك هنرجعه على الماتش. كسر ولا مش كسر؟ هو عمله كده. مش دي العقوبه يعني. ده لعيب قفل تليفونه. هنشوف. فاكر الاهلي في التسعينات هنشوف هيتعمل معاه ايه لما عاقب ابراهيم حسن. صح. يا راجل ده المنتخب وقف 3 اشهر، الاهلي وقف 6 اشهر. ايوه انا عندي مشكله. هو لسه في كلام تاني جاي. اداره الاهلي هشه وضعيفه كده زي امام عاشور. لا هو ماشي كلامه عليه صح. وبيلعب وحش اصلا. بيلعب وحش قوي. وانا في نقطه اذكر. امام عاشور بيدي كميه تعليمات في الملعب انا مجنناني. ده عيب. هات الكاميرا عليه كده. ماشي في الدور. اجري انت يمين وانت افتح كده وانت ايه ده. انا مش فاهم حاجه. انت عارف ده مدرب الفيديو اللي حد بيعمل. ايوه الفيديو اللي هو عارف انت لحد بيوصل الحاجه وهو كده روح هات الكره من هناك. لا بيقعد يتعفرط يعني. ومعظم كلامه مع تريزيجيه ومع مروان هو بيوزع اللعيبه ويفضل يشاور يعني. مش فاهم حاجه. طول عمره بتاع اللقطه ده شغل شو عادي. في الاخر انا بقول لك كده هيتاخد ضده قرار. بص الاهلي اجمد حاجه اللي بتميزه عن الانديه الثانيه
ان لا ما دي هنختبرها اخر موسم. طيب. ان ليه ليميت مع الجمهور، هو في الاخر عايز يراضيه بطريقه. طالما الجمهور وصل لمرحله، احنا الجمهور في المدرجات اللي بيسمع هيعرف ان لاول مره في السيزون ولاول مره من كام سنه الاداره راسا يعني بتتهاجم مهاجمه جامده قوي. فهو ليه ليميت مع الجمهور، مش 100% الاداره دي مهما كان، حتى ان شاء الله يكون ليها مصالح شخصيه، مش هتعرف تقف وسط الطوفان ده. هتظبط الدنيا، هتعاقب كده لو الحل في العقوبات. بس انا ما شفتش ده يعني. هو احنا مستنيين بقى، ما هو احنا قلنا خلاص، هو انت دلوقتي مش تقلب الدنيا وفاضل لك 4 ماتشات. ده مش منطق برضه. انت مضطر، ما الناس ما عدا سلوت بقى 6 شهور. لا ما هو غلط، ما هو بيزيح. احنا بنقول ان هم متخلفين. بالظبط، يعني جاي بقى على 6 شهور اللي معاه وقت يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه. طب احنا 4 ماتشات. الاهلي سنه 85 كان بيلعب نهائي الكاس مع الزمالك، صح. عارف كلها وراح مغير على فكره. لا انا قصدي بس ده دوري واحنا صفري، موسم صفري. فانا بكلمك، ما هو اذا ما يعني تقولش بقى ان انا عرفت اسيطر على امام ولا اسيطر. لسه ما قلناش كله لسه في الملعب لحد النهارده. لسه ما قلناش. لا بس خد كاس قبل ما هو اللي هو قبلها. لا لو ما كانش بيهمه يعني ما كانش صلاح سليم مش بيهمه يعني. عادي يعني. صلاح سليم الله يرحمه ما كانش بيهمه. لو هحصل كل البطولات مش فارقه. عارف بس هو لان هو ليه بيعمل كده؟ هو بيبني لقدام. هو ماشي، انا هخسر البطوله السنه دي، هطلع موسم صفر السنه دي، مش مشكله، بس انا هضمن ان انا على الاقل 5 سنين الدوري قدام اللي انا هعمله الموسم ده. وده ما بقاش يتعمل في الاهلي، ده كان بيتعمل كل فتره. كان ممكن الاهلي يبيع سيزون عادي، بس انا همسك الفرقه. اللي بيحصل ده مش هيحصل كده يعني. ده اللي احنا مستنيينه بقى بعد الموسم ده ما يخلص، اما نشوف. احنا اتوعدنا وعود رسميه في بيانات ان هيتم حاجات كتير قوي. بقول لك ايه، 70,000 بيان. فهنشوف. احنا بنشوف 70,000 بيان. هنشوف يا سيدي. انا بقول لك هنشوف. اتوعدنا بالكلام ده، الجماهير اتوعدت بكده. هنشوف وهنشوف بقى مين المفروض يتعاقب ومين مش هيتعاقب. المدربين دي نعمل ايه؟ ملف المهاجم اللي انا مش فاهمه بيتدار ازاي. مش ملف الصفقات الصفقات حاجه وملف المهاجم ده حاجه. هو احنا على فكره ملف المهاجم ده بغض النظر عن وسام، هو الاداره يعني مع كل انجازاتها ملف المهاجم ده عندها مشاكل فيه طول عمرها. جبت شريف المخيف، عمل شريف المخيف. هيد شوت. والله العظيم خميس كاكا يستحي يعملها. والله العظيم مش كده يعني. بس قلبه جامد يعني. انا اصلا يعني شريف مش عارف يشوط شوطه عاديه يعني. بتقلب ليه؟ ما تسيبها. يعني مش شايف قدامك. يعني انت اصلا يعني مش ممكن. على فكره برضه هو يعني هو لولا لقطه شريف دي كان السف هيبقى على حد تاني. زيزو الكره اللي بالكعب. لا ما تصفى عليه. هو بس يعني شريف بس غطى يعني اللقطه. يا عم زيزو اداني اسيست يا سيدي. مش شغال خالص. زيزو اداني اسيست. ما هو ادي الكوره فاكر ادي الكوره لصلاح بتاعت، بس كنت بداله في مساحه. هو احنا بندي الكوره لتريزيجيه ولزيزو. شوف مدرب، شوف فين نص الملعب. ما بيحصلش بيها حاجه. اقسم بالله انت هتشوف عجب. انت هتلاقي في 5 متر في 5 كل اللعيبه واقف في متر يعني. شفتها ايه ده؟ لا اللعيبه بتتحرك والله العظيم. اللعيبه تحس انها بتتحرك في وش بعض. مفيش تعليمات وبيتحركوا في وش بعض. انا بيقفلوا على بعض. لا حاجات غريبه. انت بتدي الكوره لهاني ارفع بقى. انا عايز اقول حاجه. انا شايف ان بن رمضان بقى كويس شويه. ماشي. انا شايف ان متخيل انا عشان دي انا لازم اقولها. بن رمضان كان وحش الفتره اللي فاتت. انا شايف ان نزوله في الماتشين اللي لا في يعني عايز وقت اكتر. جت الكوره راح قالشها جوه السكس. يلا ايوه خدت بالي منها. بس هو انا مش دي اللي انا عايزها منه. انا عايز لعب بجد. المشكله ان احنا توقعاتنا بقت تحت قوي والله العظيم. والله حرام. عيب والله العظيم عيب والله. اللي هو هاني رفع علينا رفعه مش عارف برمضان بصله باصه زيزو كحيله كحه. لا يعني احنا نزلنا قوي والله. عموما انا بحب المواسم دي للاهلي كده. انا مش مبسوط. بتبقى حلوه لما تاخد الدوري. انا عمال اصيح بس اللي بعد كده بتاكل الاخضر واليابس. بص انا وده التاريخ برضه انا ما اتوقعش. ماشي الحلو الطبيعي. سيد الحفيظ انا كارسنال وكليفربول ساعات ايه اللي بيحصل؟ انا رئيس لجنه الحكام ده قدم كام اعتذار لارسنال اخر 5 سنين. والله العظيم مش كل يوم الصبح على اسف. كل ينزل وبيان اعتذار. طب ما انا ليا ضربتين جزاء. طب يعمل كده وثلاثه يقدم بيان اعتذار حتى لو هو في كارثه ما يقدم بيان اعتذار. ليه عايز تحبيه؟ أيوة. تكسب بيه حاجه. لا هكسب بيه حاجه. هكسب بيه حاجه كتير. هم ساعات بيقفوا في طريقنا في حاجه. مش تكسب حاجه. ضغط على ضغط. هو مش قصه ضغط. في اللي جاي هينفعني. بس بعدين بعد كده يا باشا انا ساعات بطلب حكام اجانب بيعلوا لي الفيزيتا وحاجات اصلا بتترفض وبتنفض لنا في خطابات كتير قوي. ايوه هو فرض سيطره بس. فهو انت دي انت المفروض تستفاد بيها بعد كده عشان تثبت وجهه نظرك واللي انت بتقوله للحكام. على الناحيه الثانيه اتحاد الكوره مش عايز برضو
يسمعك ريكوردات عشان ليه؟ ما تزيدش. ما انت ايه الزيطه في كده؟ لا، ما انت اي واحد بقى ليه ضربه جزاء، هتيجي بقى تجيب لي ما تجيب صحفيين لي ما تجيب وتجيلي. لي يا عم. كلاتن هو مش عايز كده. لكن الحكام كان بيطلع ولا عادي الحكام جدا. مش عايزه كده يا ابني، مش فاضي للكلام ده. عشان كده مشي. يبقى هم أيوة. عندهم مشاكل. هو ايوه فبالنسبه لهم لا، هو الاهلي بقى عمل كده، فطبعا كل الناس عشان هتقلده. قرارات فتحه على بره راسك فتحه. بالظبط. فهو لا، انت تفتح عليها فتحه، ما بس. بقى ايه، اتنح عليك شويه. بس هي في مش الاخر هتبقى قصة سهله يعني، هخليك تسمعه، بس مش زي ما انت مش هتبعت تطلع انت بيان. عايز تضغط على لجنه الحكام بس عشان تاخد حقك ولا تاخد اكتر من حقك؟ حقي عايز والله. حقي. والله فانا عايز عايز حقي. الاهلي طول إيه عمره أكتر من بياخد حقه؟ حقه بس ولا بياخد اكتر؟ لا لا، لا بالعكس، من سؤال، لا الظلم. سؤال، ده بتحصل سؤال وبتحصل. عادي. لا، من لا الظلم ساعات يا بتظلم ساعات ساعات بنتظلم. انت مش ساعات عشان بناخد تصغر حقنا. مني شويه فانت برضه ما حضرتوش فتره كبيره. انا اتفرجت فيها، انتوا ما اتفرجتوش يعني. ماشي. خلاص تمام. لا الاهلي بياخد اكتر من حقه شويه. لا، الاهلي ومسلمين لما بيتظلم. لما يطلب حكام اجانب، ده معناه عارف انت اللي هو ايه، انت ما بتدينيش اكتر من حقي، طب هات لي بقى حكام اجانب وانا هعاقبك عشان بالعكس. اضغط عليك، عشان لما يجي ليه؟ ده الماتش احنا الجاي اللي بندفع. ده بالعكس، فيها انا كلام. اللي بتكلف. الحكم الاجنبي ده معناه ان انا عايز حقي بس. عايزين نسال سؤال مهم بقى. خلاص، الاهلي هياخد دوري ولا لا؟ لا. الباشا مش متفائل. لا. الاهلي اه باللي بيحصل ده والضغط ده هياخد دوري طبعا. لا لا بص ده بيضرب عشان وشه ده بيضرب. انت كداب يا عم. وجهي كداب. بيراميدز يعني بيجيب ضربه جزاء في اخر دقيقه بيضيعها. الزمالك هار في ماتشين اهلي وبيراميدز انا عارف. ولا هياخد انا شايف ان الاهلي هياخد الدوري. الاهلي لما بيكسب بص، في اخر دقيقه يعني بياخد دوري. هو جون اخر دقيقه ده اداني امل شويه. اهو شفت بقى. انا من قبل اخر دقيقه وقايل لك انت قايل لي الصراحه. خلاص ان شاء الله. انت الاهلي هياخد دوري؟ انا شايف الاهلي هياخد الدوري باذن الله 60-40. مين هياخد دوري؟ لو مش الاهلي. بيراميدز الاقرب. احنا نعلق بقى نشوف. ما هو ما انا عشان كده سالت اهو ماشي. عشان كده ماشي. سالت يا باشا. الفيديوهات موجوده وهنتكلم تاني. حقك الصراحه. هنتكلم تاني، وانا وكل واحد ايه انت قلت، كل واحد عارف قال ايه. بيراميدز الزمالك بس أهلي. اهلي بس. خلاص. ماشي. اعتقد النهارده طاقه صياح تقيله. وبما ان لسه تقيل جاي قدام. يعني انا مستني بالظبط. انا حاسس ان انت هتيجي كتير الفترة بالظبط. الجاية. انا اتمنى ان هو يجي كتير. انا بتمنى لك هيجي ويجيب مايكل اوليفر. عادي جدا. ليه ما ممكن يجي في حاجات ثانيه؟ هيجيب مايكل اوليفر معاه المره الجايه. مش اصل معاكم بايرن مثلا لو خسر حلوه. لا هي ارسنال بالريال لا والله تبقى حاله حلوه. حلو قوي كده. ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله بعد تشامبيونز ليج، ونتمنى التوفيق لكل الفرق كل فرق باستثناء فرقه كده مش هقول اسمها دلوقتي، هقول اسمها يوم الاربعاء ان شاء الله. سلام.